قالب الأوزي من أسهل وأطيب الوصفات اللي ممكن تتحضر بسرعة بالبيت. طبعا هالوصفة أكترنا بيعتمدها وما له غنى عنها لسهولتها وسرعة تحضيرها وجماله الصراحة شي مو عادي. يعني من الآخر هالوصفة خفيفة نظيفة. وهلأ يلا نشوف الخطوات. رح أحط معلقة كبيرة من السمنة ورح بلش قلل اللحمة. إذا كنت لأول مرة عم تشوف القناة ما تنسى الاشتراك تفعيل الجرس على الكل ولايك للفيديو إذا عجبتكم الوصفة. أنا هون برش عليها الفلفل الأسود وبقلبها لتستوي. بس استوت اللحمة بنشيلها على جنب وبنترك شوي من معلقتين لثلاث معالق بالطنجرة. بنحط بعدها البازاليا ومعلقة كبيرة من السمنة. بنقلب البازاليا شوي وبنضيف حبات الجزر اللي قطعناهم. طبعا هون انتو فيكن تجيبوا كيس البازاليا المفرز واللي كمان مخلوط بجزر. انا هون ما كان متوفر عندي قطعت الجزر فريش وضفتن ورشيت عليهم الملح وكمان رح اقلبهم ليستوى. وهلأ بعد 5 دقايق استوى. حبة البازاليا كانت مستوية وكمان قطع الجزر استوت. بشيلهم وبترك كمية بسيطة بس بالطنجرة. هالكمية لازم نتركها بالطنجرة حتى تعطينا نكهة مميزة للرز. وهلأ رح احط كاستين من مرق اللحم وباقي الكمية مي. كمية الرز اللي كنت عاملتها 3 كاسات ونص. بعملن تحريكة بسيطة. بالنسبة للبهارات رح احط ربع معلقة صغيرة من السبع بهارات وملح ورشة فلفل خفيفة. ما حطيت مطيبات كتير لأن أنا هون كنت حاطة مرق اللحم ومثل ما بتعرفوا مرق اللحم بيكون فيه كل المطيبات. انتوا إذا حطيتوا كل الكمية مي فيكن تحطوا ورق الغار وشوية قرفة. وهون بعد ما عدلت الملح وغليت المي نزلت الرز عليه هون. والرز بيكون مغسول ومنقوع قبل بنص ساعة. راح أعملن تحريكة خفيفة بس وضيف باقي كمية المي 1.5 كاسة. أنا كنت ضايفة بس مرق اللحم وهلأ ضفت كمية المي اللي بدي أضيفها 1.5 كاسة. منضيف رشة فلفل خفيفة عليهم. منغطيهم ومنتركن ليبلش الرز يبين. منحركن وبعدها فورا منغطيهم ومنتركن يتهدوا على نار هادي 10 دقايق. وهلأ بعد ما استوى الرز منبلش بتجهيز القالب. منحط بالطبقة الأولى المكسرات أي نوع مكسرات متوفر عندكم بصير. الطبقة التانية رح نحط البازاليا والجزر اللي شلناه على جنب. منوزعهم كلهم ليكونوا مستوى واحد. وهلأ منضيف عليهم اللحمة المفرومة وكمان منوزعهم ليكونوا كلهم مستوى واحد. هلأ هيك بكون صار عندي 3 طبقات. الطبقة الرابعة رح نضيف الرز. المكان الفاضي اللي بقى بالقالب بدنا نعبيه كله رز. بس تعبى على الآخر منحاول نعمله كله مستوى واحد ونضغط شوي عليه ليمسك كل الطبقات مع بعض. والشي المهم اللي لازم ننتبه عليه بهي المرحلة ضرورة تتركوا القالب هيك ربع ساعة. طبعا بتغطوه بتتركوه ربع ساعة قبل ما تقلبوه حتى يبقى معكم ثابت. أنا هون ما طولت كتير عليه فورا قلبته لكمل تصوير. انتبهوا لهي النقطة. وهيك بتكون وصفتنا صارت جاهزة. مو معقول شو كان خطير طعمها كتير طيب. وبنصحكن أكيد تجربوها. ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو وصحتين وألف هنا. بانتظار تعليقاتكن الحلوة. سلام.